الدعاء على 3 أوجه. دعاء طلب، تقول له يا رب بدي منك كذا وكذا وكذا. ودعاء استعاذة، يقول يا رب أرجوك ادفع عني كذا وكذا وكذا. ومناجاة، قسم ثالث، لا بتقول له بدي شيء ولا بتقول له ادفع عني شيء، بس تحب أن تكلمه. يعني شو بدي أقول؟ الليل طويل. حينا تشكو إليه نفسك الأمارة بالسوء، قل له عندك مشكلة يعني مع نفسك عم تتعبك، تبت مرارا ورد عم ترجعك إلى حيث كنت، آلمك ذنبك، قل له اشكو إليه نفسك الأمارة بالسوء. ومرة تبثه حبك وشوقك، قل له إذا بتحبه قل له، إذا مشتاق له قل له. كان الشبلي يقول في مناجاته: ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع في ذنوبي يا غفار الذنوب، وبما تختم عملي يا مقلب القلوب. وكان يصيح في جوف الليل: قرة عيني وسرور قلبي، ما الذي أسقطني من عينيك؟ أقلت هذا فراق بيني وبينك؟ يا أخوان، الله لا يقطع أحد منا عن لذة مناجاة الله. إذا قال لك هذا فراق بيني وبينك فأنت والعدم سواء، يا ريتك ما وجدت. كان يقول: قرة عيني وسرور قلبي، ما الذي أسقطني من عينيك؟ أقلت هذا فراق بيني وبينك؟ حينا تشكو إليه نفسك الأمارة بالسوء، وحينا تشكو زمانك لا تجد على الخير أعوانا. تكون بمكان بدك تقيم فيه شعائر الله، بتلاقي 50 مستهزئ و30 معترض و20 مؤذي. ومرة ترفع إليه أملك ومصابك، تملقا تارة وتضرعا تارة وثناء تارة وتعظيما تارة. تحزن فتخبره، يلي حزنان يا أخوان قل له شو اللي حازنك. تألم فتعلمه، يلي موجوع كمان، يلي الأطباء عاجزين فيه، يلي ما معه حق الدواء، يلي ما بيعرف لعند أي طبيب بده يروح، موجوع، أخبره بألمك. قال ربنا في وصف سيدنا زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ابن كثير في تفسيره: قام من الليل وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب يا رب يا رب. قال: فقال الله له: لبيك لبيك لبيك. شكواك عنده، نجواك لديه، سكونك وسرورك معه. إذا ما خلونا والرقيب بمجلس فنحن سكوت والهوى يتكلم. مرات في ناس حبهم يخرسهم، ما عاد يطلع الكلام بنوب، لكن دموعهم تحكي لربهم أحوالهم. إذا ما خلونا والرقيب بمعزل فنحن سكوت والهوى يتكلم. قال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل، لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بخدمته والتذلل بين يديه. قال سبحانه في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في جفاء بينهم وبين التخت، بينهم وبين السرير، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال الآلوسي في تفسيره: إشارة إلى سهرهم في مناجاة محبوبهم وملاحظة
جلاله وجماله. قال الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء